محكمة نادي يا ابني على القضية الأولى. في القضية الأولى المتهم فيها الحراس على إهمالهم هم واقفين على عرض يسوع والتلاميذ دول ضربوه. السادة المستشارين، نحن أمامنا اليوم قضية فريدة من نوعها، هامة للغاية، كبيرة جدا. لذا فالنيابة تطالب فيها المحكمة بإصدار حكم مشدد على هؤلاء الحراس الواقفين في قفص الاتهام والذين كانوا بدورهم حراسة أمر يسوع الناصري. كما النيابة تطالب أيضا المحكمة بإلقاء القبض على تلاميذ يسوع الناصري وإعادة جسد يسوع الناصري إلى ما كان عليه. التلاميذ ما سرقوش جسد يسوع، الكلام ده مش صحيح. عفوا سيدي. النيابة تكمل. سيدي القاضي، أنا هشرح الموضوع لسيادتك بإسهاب وتفصيل ووضوح. اتفضل يا ابني. الحكاية كلها بدأت يا سيادة القاضي إن كان في واحد اسمه يسوع اتولد في مدينة في فلسطين اسمها بيت لحم، وعاش في مدينة أخرى اسمها الناصرة. يسوع دوت اتهموه بأنه أثار شغبا في سوق الهيكل، كما أنه يزعم أنه المسيح المنتظر ملك اليهود. كما أيضا يسوع الناصري عمل ان هو كمان كان بيضلل الناس وكان بيضحك عليهم. يسوع ما كانش بيضحك على حد، كان بيشفي المرضى وبيقعد معاهم وبياكل وبيشرب معاهم وبيقيم موتى من الموت وبيعمل معجزات. أنا قلت لك ما تتكلمش غير في دورك. عفوا سيدي. دي محكمة يا ابني. النيابة تتفضل تكمل. سيدي القاضي، حابب الفت نظر سيادتك لحاجه مهمه قالها الدفاع، ان الناس اللي يسوع الناصري كان بيعمل معاهم معجزات وكان بيخرج الشياطين من عليهم وكان بيقيم الموتى وكان بيساعدهم، هم نفس الناس اللي راحوا للملك بيلاطس البنطي وطلبوا منه صلب يسوع الناصري. وفعلا الملك بيلاطس استجاب لطلبه وصلب يسوع على الصليب. وبعدها جه واحد اسمه يوسف الرامي طلب من الملك بيلاطس ان هو ياخد جسد يسوع ويدفنه. وفعلا الملك بيلاطس استجاب لطلبه. وبعدها طلب رؤساء الكهنه والفريسيين من الملك بيلاطس ان هم يحطوا حراسه مشدده على قبر يسوع الناصري. مش بس كده يا سياده القاضي، ده كمان الحجر اللي على الارض ختموه باختام علشان لو التلاميذ او حد من غيرهم جم عشان يسرقوا الجسد بتاع يسوع ما حدش فيهم يعرف يسرق الجسد. وفعلا الملك بيلاطس استجاب لطلبهم وحط حراسه مشدده على القصر. وبعدها لذا فالنيابه تطالب المحكمه باصدار حكم مشدد على هؤلاء الحراس الماثلون في قفص الاتهام الذين كانوا بدورهم حراسه قبر يسوع الناصري. كما ايضا لا تاخذكم من ايتها القاضي شفقه ولا رحمه بهؤلاء الحراس. وايضا اطالب المحكمه بالقاء القبض على تلاميذ يسوع الناصري واعاده جسد يسوع الى ما كان عليه. شكرا سيدي القاضي. هل لدى النيابة أي أقوال أخرى
شكرا سيدي القاضي. الدفاع فليتفضل. سيدي القاضي وحضرات الساده المستشارين، في البدايه حابب اني اكد ان التلاميذ ما سرقوش جسد يسوع، وانا معايا شهود على الكلام ده، وفي شاهده معاها دليل حضرت كل الاحداث اللي هتحكيها لحضرتك سياده القاضي. نادي يا ابني على الشهود. الشهادة الأولى مريم مدرسة تفضل. انت مريم المجدليه؟ ايوه انا سياده القاضي. هل انت من تلاميذ يسوع الناصري؟ ايوه انا كان عليا 7 شياطين ويسوع اخرجهم من عليا، فانا كنت معاه خطوه بخطوه وتبعته على طول. طيب اتفضلي قولي لنا شهادتك. انا هحكي لك كل حاجه من الاول يا سياده القاضي. قبل ما الفجر يشقشق وكانت الدنيا ضلمه، الطريق كان صعب، بس انا ما همنيش كل ده. كان لازم اروح على القبر، كان لازم احط الاطياب على جسد سيدي. لما وصلت الامر كان فاضي والحجر كان مرفوع، ما عرفتش اعمل ايه. جريت بسمع على بطرس ويوحنا، الحقني يا بطرس، الحقني يا يوحنا، الامر فاضي. بعد كده رحت قعدت في البستان عمال اعيط، كنتش عارفه اعمل ايه، ما كنتش لاقياه. شفت واحد وكلمني. يا امرأة لماذا تبكي؟ يا سيدي لا قول لي، لو خدته قول لي فين وانا هروح اجيبه. يا مريم معلم اذهبي وقولي للتلاميذ اني قمت من بين الاموات ومن اصعد السماوات. بس ورحت قلت للتلاميذ، قلت على كل اللي حصل. يسوع قام فعلا من الموت، ما اتسرقش فيا الناس بتقول. هل دي شهادتك كامله ولا تحب تضيفي حاجه ثانيه؟ لا شكرا يا سياده القاضي. واحد يقوم من الموت والناس بتشهد على ده، وكل ما اسال لحد ياكد لي ده، مع ان ده امر منافي للمنطق ومنافي للعقل. لا لا لا، انا عشان اقدر اخد حكم مؤكد في القضيه دي وما اظلمش الحراس اللي هم في القفص، فاذا أنا محتاج أسمع شهادة أكتر وأكتر، محتاج أسمع شهادة الشهود في الموضوع ده أكتر. نادي يا ابني على التلاميذ. التلاميذ تتفضل. يوحنا قلت تتفضلوا. القاضي. أنتوا مين؟ انا يوحنا وانا بطرس. أنتوا تلاميذ يسوع الناصري؟ ايوه تلاميذ. ايوه احنا تلاميذ يسوع الناصري. وهل أنتوا كنتوا معاه طول حياته؟ ايوه كنا معاه طول حياته. طيب هل يسوع ده كان مضلل زي ما أنا سمعت عنه؟ لا يا سيدي القاضي ما كانش مضلل ابدا. انا اسمي بطرس وفي الاصل كان اسمي سمعان بن يونس. كنت طول عمري بشتغل صياد من صغري، صياد خبره في الصيد، لحد ما في يوم قضيت الليل كله وما اصطدتش ولا سمكه، ويسوع جالي في السفينه بتاعتي وقال لي ادخل للعمق، وانا بحكم اني انا صياد خبره قلت ان الكلام ده كلام مش مظبوط، كلام مش مظبوط خالص. بس سمعت كلامه ودخلت للعمق، ولما دخلت للعمق اصطدنا سمك كتير خالص خالص، لدرجه ان السفينه كانت بتغرق بينا. ومن ساعتها وانا فضلت معاه شاهد على كل حاجه، تلميذ من تلاميذه، بحضر معاه كل حاجه، كل المعجزات اللي عملها قصاد عيني وقصاد عينين التلاميذ كلهم، شفاء امراض، شفاء مجنون، اشباع جموع، اقامه موتى، ده حتى شافاني حماتي يا سياده القاضي. متخيل؟ حضرت معاه كل حاجه. المحاكمات، بس في المحاكمات انا قلبي اتهز شويه وعقلي خني وقلبي خني، وانكرته 3 مرات وهو كان متوقع بالكلام ده.
وبعدين يا سياده القاضي حضرت معاه الصلب بس كنت خايف شويه، ولحد ما اتقبر في القبر واحنا كنا قاعدين لحد ما مريم راحت في الفجر ولقت القبر مفتوح والحجر متدحرج وجت بلغتنا بالكلام ده. أنا يوحنا، أنا كنت معاه وقت الصلاة، أنا كنت قاعد تحت رجليه وكنت شايفه وهو بيتعذب لحد ما خدوه دفنوه وقفلوا عليه قبر وحجر كبير. الحجر ده كان مخلوق، وانتوا دلوقتي بتقولوا لنا ان احنا سرقنا الجسد. احنا ما سرقناش الجسد، ازاي هنسرق الجسد وفي حراس واقفين قدام الحجر؟ حتى الحجر محتاج كتيبه تدحرجه. اتفضل. بما انكم بتقولوا ان يسوع المسيح قام من الاموات زي ما انتم بتقولوا، ايه الدليل على كلامكم؟ المسيح قام لوحده. يا سياده القاضي، احنا بعد ما المسيح اتقبر وقعد في القبر كده احنا كنا خايفين جدا جدا من اليهود، احنا كنا خايفين لدرجه ان احنا قافلين الابواب كلها علينا، قاعدين مجتمعين بنصلي لحد ما فجاه ظهر في وسطينا في عرضيه ماري مرقس بابا الرب يسوع في النص، وساعتها خلينا نلبس اثار المسامير وورينا اثار اكليل الشوك والحربه اللي في جنبه، كلنا كنا موجودين، كلنا كنا شفنا. معايا ده كان في تلميذ واحد بس مش موجود، كان اسمه توما، كان بيبشر في حته ثانيه، ولما رجع بابا يسوع طلع لنا مره ثانيه، ظهر لنا مره ثانيه، والابواب برضه مغلقه، والتلميذ اللي كان موجود وما صدقش غير لما شاف اثار المسامير زينا واثار الحربه في جنبه. أنا التلميذ اللي ما كنتش موجود. انت اسمك ايه يا ابني؟ اسمي توما. انت توما اللي هما كانوا بيقولوا عليه؟ اه. طب اتفضل قول لنا شكلك. أنا اسمي توما، من نوعي شكاك وبشك في أي حاجة. لما كنت مع المسيح والمعجزات اللي هو كان بيعملها أنا من نوع شكاك، لكن أي معجزة بيعملها أنا بؤمن بيها، دي حاجة مش عادية لا حد يصدقها. لكن بعد كده أول ما ظهر المسيح فأول مرة طبعا كنت زعلان اللي أنا كنت واقف من ترابيزه. تاني مرة كنت موجود وما صدقتش برضه، الشك جالي تاني، كنت أقول لا لازم أصدق إن هو المسيح هو اللي ظهر لي، لغاية لما شفت مكان الحربة ومكان المسامير في إيده. وهل اللي انت شفت اثار المسامير واثار الحربة في ايده ده وموجود ما بينكم بعد ما شفتوه على الصليب مصلوب، هل كان هو يسوع الناصري اللي كان عايش معاكم ولا كان حد تاني؟ أيوة يا سيادة القاضي. انتوا متأكدين من شهادتكم دي؟ انتوا كنتوا بكامل قواكم العقلية في الوقت ده؟ الكلام ده هتتحاسبوا عليه. أيوة يا سيادة القاضي. حكاية غريبة جدا بكل تفاصيلها. كل ما اجي اخد حكم فيها اكتشف ان انا محتاج اسمع شهادة اكتر واكتر عشان يوم اخد القرار، يوم اخد الحكم يبقى حكم مؤكد ما يبقاش ظالم. انا بحب اسمع كويس قوي، فعشان كده انا قدامي قرار لازم انفذه. انا عايز اسمع شهادة الحراس اللي في القبر اللي هم متهمين اصلا بسرقة جسد يسوع الناصري. نادي يا ابني على الحراس اللي في القبر، انا محتاج اسمع شهادته. احد الحراس اتكلم. أنا سيادة القاضي واحد من الحراس اللي كانوا بيحرسوا القبر ده، وفجأة ومن يوم من الأيام سمعنا زلزالة كبيرة وشفنا نور عالي جدا ما قدرناش نقاوم النور ده، لغاية ما الملاك جه ودحرج الحجر وجينا ودخلنا القبر ولقينا الأكفان فاضية ومفيش جسد جوه خالص، والمنديل كان مطبوع عليه وجه السيد المسيح. حتى الحراس اللي معايا شافوا نفس المنظر، وممكن تتأكد من كلامي لو أنا صح أو غلط. يعني أنت كنت موجود لحراسة جسد يسوع الناصري، مظبوط كده؟ أيوه. أنت بكامل قواك العقلية. أيوه يا سيادة الرئيس. تمام. أسمع شهادة الحارس الثاني، نادي يا ابني عليه.
الحارس التاني يتكلم. حقيقي ده اللي حصل يا سيادة القاضي، شغلتنا كانت فرقة بتسلم فرقة، الدنيا كانت ضلمة جدا وفجأة ظهر زلزلة ونور شديد ظهر. زلزلة ونور شديد ظهروا. انتوا كنتوا بكامل قواكم العقلية في الوقت ده؟ أيوة. انتوا متأكدين من أقوالكم؟ الكلام ده انتوا هتتحاسبوا عليه. إذا بعد سماع شهادة الحراس وشهادة التلاميذ وشهادة كل الشهود على هذه الواقعة، حكمت المحكمة حضوريا على الحراس المتهمين بسرقة جسد الرب يسوع بالبراءة. البراءة التامة لكل ما نسب إليهم، لأن هم فعلا مظلومين. والرب يسوع فعلا قام منفردا بقوة لاهوت وحده، ومفيش حد سرق جسده زي ما احنا في شوية ناس ادعوا وجم وقالوا. ولكن انتم غلطتوا في حاجة، ان انتم سمعتوا كلام رؤساء الكهنة والكتبة والفريسيين بان هم قالوا لكم قولوا ان في حد سرق جسده. انتم براءة لكن دي غلطتكم، ولكن احنا مش هنعاقبكم عليها. وعلشان كده احنا بنحتفل بعيد القيامة وبنبقى فرحانين بعد ما عرفنا ان السيد المسيح قام من الاموات وصعد للسماوات علشان يجهز لينا مكان علشان نروح نقعد معاه في السماء. وكلنا لازم نفرح بالعيد ونروح ليلة العيد نصلي القداس ونفرح بقيادة الرب يسوع المسيح من الأموات. أنا ما قلتش رفعت الجلسة. فعلا سيدي القاضي. ما قلتش رفعت الجلسة، سامحوني بس سامحوني. فعلا سيدي القاضي. أنا محتاج أسمع النيابة ورأيها، لأن أنتوا ادعيتوا في الأول على الرب يسوع وقلتوا إن في ناس سرقت جسده واتهمتوهم بادعاءات ما حصلتش أصلا. فإذا أنا محتاج أسمع. فعلا سيدي القاضي، أول مرة في حياتنا نقابل قضية من هذا النوع، قضية غريبة، قضية صعبة جدا وكبيرة وصعب على المخ والعقل المنطقي إن هو يقدر يستوعبها. بس إذا بعد قرار سيادتك يا سيادة القاضي، المسيح قام بالحقيقة قام. بالحقيقة قام. المسيح قام بالحقيقة قام.